السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طالعة عشان أشكر إخواتي وحبايبي ومتابعيني، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمش منكم أبدا، وتفضلوا كده نعمة في حياتي يا رب، ربنا يخليكم ليا. حبايب قلبي، أنا الفيديو اللي فات عملته كنت بشكر الست أم عمر يوميات بنت متواضع على وقفتها جنبي وعلى دعمها ليا ودعمها للقناة بتاعتي، وإنها واقفة في وشي كده عشان ما أقفلش القناة بتاعتي. تقفليش قناتك يا هدى، ما تعمليش قناتك يا هدى. ودلوقتي الفيديو اللي انا عاملاه دوت طبعا عاملاه عشان اقول لحضراتكم اسبابي ان انا هقفل القناه بتاعتي ايه هي. تمام. اول حاجه كده انا عامله الفيديو دوت طبعا عشان اشرح لحبايبي ومتابعيني، الناس بتوعي مش لاي حد، الناس بتوعي حبايبي اللي داخلين وعمالين يقولوا لي لا ما تقفليش القناه، لا انت محتواكي حلو، لا احنا شفنا الفيديوهات بتاعتك، لا انت قناتك حلوه. الناس الحلوه الجميله اللي دخلوا لي من عند ام عمر واشتركوا في القناه عندي، بقدم لكم كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام، وربنا يخليكم ليا وجوكم على راسي من فوق، ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ربنا يخليكم يا رب ليا، ما تحرمش منكم ابدا. انا طالعه بكلم الناس حبايبي اللي عمالين يكتبوا لي بيقولوا لي ما تقفليش قناتك، ما بكلمش حد تاني، بكلم حبايبي واخواتي ومتابعيني اللي غاليين عليا، اللي كلمتهم بتبقى زي النسمه كده على قلبي. انا طبعا يا حبايبي عايزه اقول لكم سبب ان انا هقفل القناه بتاعتي. انا ما عملت القناه بتاعتي دي يا جماعه آه، او دخلت مجال اليوتيوب، انا بخش اعمل وصفه، اعمل حاجه في حالي ماليش دعوه بحد، صح؟ طبعا الكل اللي شايف قنواتي شايفها كده. كلمة حق بقولها لو في حاجة في حالي، لا ليا دعوة بده ولا ليا دعوة بدوت. حتى لما دخلت في مواضيع او اتكلمت في حاجة قبل كده انا كنت بقول كلمة حق وخلاص، وكل واحد راح لحاله ويهدي وربنا يهدي الكل، وكل الناس كلها كويسة وكل الناس على راسي من فوق. لكن اكتشفت حاجة غريبة جدا في اليوتيوب يا جماعة. اليوتيوب عايز الناس كدابة، اليوتيوب عايز الناس اللي تضحك عليكم. يعني انتوا عايزين الناس اللي تضحك عليكم، مش عايزين الانسان الصريح، مش عايزين الانسان الواضح، مش عايزين الانسان اللي في حاله. انتوا عايزين الناس تطلع، يعني اقول لكم ايه، يعني انا اول ما عملت القناه بتاعتي انا عملتها قناه عشان تبقى مصدر رزق، يعني ايه، اساعد بيها بيتي شويه. تمام. انا عملت القناه بتاعتي عشان كده، كان هدفي ان انا هطلع اعمل حاجه وربنا يكرمني فيها باذن الله. حققت كل الشروط بتاعتي وقدمت قناتي للمراجعه، وكنت فرحانه جدا لما القناه اتقبلت للمراجعه، وعملت فيديوهات، فيديوهاتي كلها محترمه، تخشوا تشوفوا على فيديوهاتي. ما بكدبش، ما بقولش حاجه ما حصلتش، ما بطلعش اقول ده انا فيا وفيا وفيا وفيا، ما بطلعش اعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. بتعامل مع الناس وبتعامل مع الجمهور اللي قدامي بمنتهى الاحترام بمنتهى الادب بمنتهى الرقي، لاني بحترم الناس اللي بتشوفني. لكن مع الاسف الناس مش عايزه كده، الناس عايزه اللي يغشها، الناس عايزه اللي يخدعها، الناس عايزه اللي يكذب عليها. تمام. ده اليوتيوب يا جماعه، او ده الحوت اللي اسمه اليوتيوب. الناس مش عايزه الشخص الصادق الواضح الصريح. انتوا مش عايزين كده، انتوا عايزين اطلع اقول لكم انا جوزي طلقني، بعد الشر يعني. عايزين اطلع اقول لكم انا مش لاقيه اكل، عايزين اطلع اقول لكم ده انا معرفش رحت فين وجيت منين وحصل ايه وجرى ايه. عايزين حوارات وبس، مش عايزين صدق، مش عايزين صراحه، مش عايزين انسان صافي، مش عايزين انسان واضح معاكم. انتوا مش عايزين كده. ده اليوتيوب يا جماعه، انا بكلم الناس جمهوري حبايبي اللي بيقولوا لي انت ليه هتقفلي اليوتيوب. حاجه تانية بقى، تعالوا للناس اللي حواليا، تمام، القريبين ليا. خلينا يعني انا بكلمكم بمنتهى الصدق وبمنتهى الصراحه، سواء هم بقى دلوقتي شايفيني او مش شايفيني، حاجه ما تهمنيش اساسا. تمام. يقولوا لك ايه، يعني انا مثلا القناه بتاعتي دي كنت لسه يا دوبك عاملاها، الاقي حد مثلا من قريب ليا يقول لي كيشتي كام منها. يعني ايه كيشتي كام منها؟ يعني انت خدتي، ده اليوتيوب ده بيدي فلوس بالهبل، ده انت خدتي كام بقى، عملتي كام من اليوتيوب، قبضتي كام من اليوتيوب، معرفش ايه. يعني اقول لكم اليوتيوب ده شبهه على الفاضي، يعني مجرد الناس معتقده ان انا مجرد عملت فيديو على اليوتيوب انا باخد فلوس من اليوتيوب، مجرد ان انا عملت فيديوهات كتيره وبقى عندي مشتركين كتير ان انا بقى اليوتيوب ده عمال ايه يحدف عليا كده ايه فلوس بالهبل. تمام. يا جماعه مفيش حاجه من الحاجات ديت. والله العظيم انا لغايه دلوقتي ولغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها ديت انا ما قبضت جنيه من اليوتيوب،
ما قبضتش اي حاجه من اليوتيوب خالص، واتخدعت فيه. انا فاكره ان انا مثلا ايه، لما احقق الشروط وابدا اشتغل القناه هيبقى عليها تفاعل والناس هتخش لي وان انا هشتغل وقناتي هتبقى كويسه. انا ما كنتش طمعانه في اي حاجه يا جماعه من اليوتيوب. انا لا كنت طمعانه في حد يدعمني ماشي، ولا كنت طمعانه ان حد يبعت لي هدايا، ولا كنت طمعانه في اي حاجه خالص. انا كنت اللي انا طمعاه كله، حلمي كله ان انا كنت بس يبقى مثلا يعني اليوتيوب الحد الادنى فيه عشان يقبضك كل شهر لازم تحققي $100. $100 انت دول ما حققتهمش، هيقعد يحوشهم لك بقى، يحوش لك تحققيهم بقى في سنه، في اتنين، في تلاته، في شهر، في اسبوع، معرفش ايه. المهم لما تبقي كملتي $100 تقبضي. ده اليوتيوب كده. لكن انا كان كل حلمي كله من اليوتيوب هي $100 دي، ان انا مثلا ايه اعملها كل شهر. وطلعت دي بعيده قوي وصعبه قوي قوي قوي. $100 دي طلعت بعيده قوي وصعبه قوي 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 ان انا احققها. عشان احققها لازما تكدبي ماشي، لازما تألفي، لازما تعملي حوارات، لازما تطلعي تتكلمي على اي حاجه في اي حاجه في اي مواضيع في اي هبل. لازما تكدبي، لازما الدنيا كده. الدنيا عايزه تبقي كدابه، عايزه تبقي غشاشه، عايزه تبقي تعملي افلام على الناس. واليوتيوب يا جماعه محدش فيه بيساعد حد عشان تبقوا عارفين ماشي. ام عمر يوميات بيتنا المتواضع هي اللي ساعدتني، وهي اللي طلعت قالت يا جماعه قناتها كذا، وقفوا جنبها ودعموها، هي الوحيده اللي قالت كده. لكن اليوتيوب اساسا عشان تبقوا عارفين محدش فيه بيدعم حد. تلاقي الواحد من دول عامل الحفله او عامل البث بتاعه يقول لكم خشوا عشان تدعموا وتاخدوا هدايا وي 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 وي. تخشي تنيكي تدحي في قلبك ساعتين وهو فاتح الحفله وانت من الباقه بتاعتك شغاله شغاله شغاله، وفي الاخر يقول لك ايه، اصل في معرفش مين اللي متابع معايا بقاله كام بس وكام حلقه فده ليه 100 مشاهده وده ليه 100 مشاهده، وينقي كام واحد كده تبعه 100 مشاهده 100 مشاهده، وهم دول الناس اللي كسبوا معايا 100 مشاهده وانت قاعده من اول بس معايا ماشي. ناس تانية تقول لك ده انا عامله جروب على الفيس وخشوا يا جماعه واتفرجوا، وتقعد تحط لك لينك القنوات وانت تتفرجي على لينك القنوات عشان بعد كده ياخدوا قناتك حد يتفرج عليها مره ولا حد بيسال فيكي. كل ده خداع وكل ده خش وكل ده كذب، وكل واحد عايز يدور على مصلحته وكل واحد بيدور على نفسه. تلاقي قناه صغيره قد كده تعمل لك جروب على الواتس وتعالوا يا جماعه خشوا وتحققوا الشروط والقناه هتكبر والقناه وفي الاخر هم بيدعموا نفسهم عشان يجمعوا الناس ليهم هم وبس. ده اليوتيوب يا جماعه. لكن انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما قبضت جنيه من اليوتيوب، والله العظيم ثلاثة ما خدت تعريفة واحدة من اليوتيوب. صرفت على القناة دي كتير جدا وما خدتش منها تعريفة واحدة. صرفت اللي هيقول لك انت صرفتي على القناة ايه، انا واحدة من الناس انا مش هعرف اقدم قناتي للمراجعة، صرفت عليها انا بقدم قناتي للمراجعة. ما بعرفش اعمل حساب ادسنس، صرفت عليها انا بعمل حساب ادسنس. ما بعرفش اعمل حساب الضريبي، صرفت عليها انا بعمل حساب الضريبي. فصرفت على القناه في الاجراءات بتاعتها كلها عشان اعمل عقود الملكيه واقدمها للمراجعه والمراجعه والقناه تتقبل. صرفت عليها كتير جدا، صرفت عليها كتير جدا من الباقه بتاعتي اللي انا بعملها، اللي الواحد ربنا يعلم هو بيشحنها ازاي عشان اعمل لكم فيديوهات وانزل لكم فيديوهات عشان حد يشوفها. بصوا يا جماعه انا عندي 2300 مشترك. انا مش عايزه من 2300 مشترك دول في 1000 واحد بس يتفرج على الفيديوهات يكون صادق وصريح معايا. انا اللي بيضايقني ان الناس اللي حواليا يقولوا لي احنا ما بيجيلناش اشعارات ليكي، فاكريني هبله. ما يعرفوش ان انا من خلال استديو اليوتيوب بتاعي بعرف اذا كانت الاشعارات وصلت للناس ولا لا. الناس انا بقول لهم دلوقتي، الناس اللي بتضحك عليا بتقول لي انت ما بيوصلناش اشعارات ليكي، لا بتوصل لكم اشعارات ليا وانتوا اللي ما بتفتحوش الفيديو وما بتتفرجوش عليه. لان انا بعمل الفيديو وانا جايه بنشر الفيديو بتاعي بعمل خاصيه ان توصل اشعارات لكل المشتركين، وبعد كده بيجي لي في جدول كده في احصائيات كده مين من الناس اللي عندي فتحوا الاشعارات وشافوها، وصل لهم الاشعار وفتحوا الفيديو وشافوه. انا لما يبقى عندي 2300 مشترك وبص الاقي الفيديو جايب لي 70 مشاهده 90 مشاهده، لا يا جماعه يبقى انتوا ما كنتوش تشتركوا في القناه احسن. انتوا كده بتاذوني، انتوا بتشتركوا في القناه اسمكم اشتركتوا لي في القناه، واللي مشتركين في القناه دول هم اللي بيقعدوا اللي ما بيشوفوش الفيديوهات اساسا، اللي بيقعد يقول لي كيشتي كام، خدتي كام، كسبتي من اليوتيوب كام، عملتي من اليوتيوب كام، زي ما يكونوا بجد 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 يعني حاجه. اتخنقت، دول اكتر ناس اتخنقت منهم بجد يا جماعه. انا زهقت وتعبت انك انتي ناس، انا ما كانش ليا اي طموح ولا اي حاجه. انا حلمي صغير قد كده ان انا كنت بس اقبض كل شهر هما $100 بس
عشان بس الواحد يواكب الحياة اللي هو فيها ويواجه الحياة اللي هو فيها ويقدر يمشي في حياته. الفيديو انا عامله لكم عشان كده، ودي الاسباب اللي انا كنت اقفل عشانها القناه. لكن لما لقيت الناس حبايب قلبي واخواتي وحبايبي واصحابي اللي دخلوا ودعموني واشتركوا من عند ام عمر، لا انا هعمل فيديوهات عشان خاطركم انتوا. حتى لو ما خدتش حاجه من اليوتيوب انا بعمل فيديوهات لاخواتي، على الاقل ابقى قريبه ليكم ونتكلم مع بعض. انا ما كنتش طمعانه في اي حاجه غير ال$100، والحمد لله الحمد لله على كل حال. وال$100 يا جماعه دول بالمصري يعملوا 3000 جنيه في الشهر، صح؟ يعني انا كنت حلمانه ب$100 في الشهر، يعني هما 3000 جنيه. غير كمان 3000 جنيه غير ان اليوتيوب بياخد منهم يا جماعه، عشان تبقوا عارفين. اليوتيوب بياخد ضريبه 15%، وال والبنك بياخد $4 على التحويل. يعني ال 3000 جنيه دول كانوا هيصفصفوا على ال$100 دول، كانوا هيوصلوا في الاخر معانا يعني كده ل 2000 جنيه مثلا ولا حاجه. هو ده كان الواحد طبعا فيهم، مش اكتر من كده والله. فالحمد لله على كل حال. بس انا بقول للناس يا ريت ما تضحكوش عليا وتقولوا لي احنا بنتفرج على فيديوهاتك، انتوا ما بتتفرجوش على الفيديوهات ولا حاجه. انا عارفه انكم ما بتتفرجوش، انتوا بس لما بتحبوا تتفرجوا على حاجه بتحبوا عشان تاخدوا معلومه معينه او تعرفوا حاجه معينه بس عني. لكن انتوا مش عشان تدعموني ولا عشان بتحبوني. لكن انا بكلم حبايبي واخواتي واصحابي اللي بيحبوني فعلا، اللي كاتبين لي كومنتات جميله، اقول لهم ميرسي ليكم وربنا يخليكم ليا ويديمكم على راسي من فوق. هم عارفين نفسهم الناس الحلوه اللي كاتبه لي كومنتات حلوه زيهم. ربنا يخليكم ليا يا رب، وانا اعمل فيديوهات عشان خاطركم انتم، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.